والله العظيم اطلع ميتين اهلك، والله العظيم اهلك دول مخليهم نافعين. والله انتوا عيله اصلا، انت عيله بنت شبه عيلتك. لو عيله نظيفه كانت جابت واحده نظيفه. واحده نظيفه؟ يعني انا غلطان؟ اه ده انا داخل اعمل معاكي واجب. واجب؟ اه. شوف بس مدانا بكام بس الاول. انا ما اعرفوش، بقول لك في وشه. طب اقول لك على حاجه بقى، انا عقابا ليه على كذبه انا ممكن اخلعك منه مجانا ومش هاخد منك جنيه اتعاب. تخلع منه والله راجل محترم، الله يخليكي. وربنا راجل مالك محترم. ايه اللي راجل جماعة. انت فين؟ طلعت انا ما بقضية يا اعرفوش. أستاذ مالك وايه اللي انا ايه؟ مالي يا عم؟ انت عبيط ما تهدي على نفسك يا بت. يا بت. نعرفك؟ لا مش عارف. دي المدام بتاعتي. انت أيوة. انا شفتك قبل كده. ايوه ما هي دي المدام، بس أنا دي شفت- المدام اللي انا خلعتها. لا هي دي المدام بتاعتي، انا ما اتجوزتش قبل سبحان كده. الله. انا شفتك قبل كده. انت متخيل ان المشكله دي كلها سببها 1000 جنيه؟ 1000 يعني انت جنيه. متخيل انت ان ليك انت عندك حاجه معفن. انت محطوط فيه ده بسبب 1000 جنيه؟ ينفع يجي عامل اول يا عم؟ انت ما تعليش عبيط. صوتك وانا بتكلم معاه. ما فضتش بقى، ايدك دي جنبك ما كده، فضتش، ايدك دي جنبك كده ما فضتش بقى انت بجد. تعرفني؟ هو انت كان عليك حكم سنه المفروض كمان حكم سنة يا بتجديد أستاذة. منقولات حكم وكده. سنه ايه يا استاذه؟ وطلعته منه وبدد عليا انا في انا ما 1000 جنيه. دخلتش يا تخيل. باشا اسم قبل كده. يعني هو سرق العفش بتاع مراته. تبديد منقولات بقول لك. منقولات زوجيه. 25000 جنيه. عنده عيال بقى ولا لا؟ لا دي اسرار من الموكلين ما اقدرش اتكلم فيها. اسرار موكلين. انت والموكلين. انت معايا ولا معايا؟ في انا بقول لك ايه؟ انا ما ما- اعرفوش. يا جماعه ما لا هو انا ممكن احبسها على فكره. انا ما اعرفوش. انا ممكن احبسها بصراحة يا هطلب جماعة. لها الامن. يلا حلال عليك. انا هطلب الامن. حلال عليكي. لا يا استاذ احمد بعد عشان انت اذنك مش لو محترمة. سمحت، ينفع احنا خلاص؟ مليون مره نقول مش ان محترمة. الحلقات اللي بتصور بالليل نبقى عاملين انترفيو للضيوف. اتفضل. نقوا ضيوفكم مش كده. او انت احنا عايزه ايه يعني؟ حبيبتي البرنامج ده اسم البرنامج ده قاعد فيه فنانين، فالالفاظ اللي عمالين فنانين؟ نسمعها الالفاظ اللي عمالين نسمعها والشتايم والحاجات اللي عمالين نسمعها فنانين دي. بتدخل محامي بيفتح موكلين ان هو قد ايه متجوز. سبحان الله طلع عارفه وطلع متجوز. طب ما هو جوزك معرفوش. بقى هو اللي عليه قضايا بقى وبيسرق ما العفش اعرفوش. وبيسرق ما الفلوس، اعمل لك ايه ما بقى؟ اعرفوش. ما انت اللي ما سالتيش عليه في شرعه قبل ما تتجوزيه. وايه كمان؟ ما يلا نقوم بقى وين الحلقه اللي مالهاش لازمه دي وخلاص. ما هي لازم ننهي بس انتوا جيتوا خلاص هو خد فلوس فانتوا لازم تصوروا للاخر. انت خدت كمان فلوس؟ طب فانتوا لازم تصوروا للاخر. فلوس ايه؟ بينكر اصلا حوار الفلوس. لا ما ينكر بقى براحته هو حر انت كده كده المحامي ماضي ادالهم على 1000 جنيه عليه قضيه، مش هيضايقكم انتوا؟ ما اعرفوش. ما تعرفوش. انت تصدقني؟ اذا كان انت كان عليك حكم سنه ما هو انت سهل. مالكش لازمه. انا عليا حكم سنه زي ما محمد بيقول. او طلعك رد منه عليا. هو منقولات. هيكدب عليك؟ ايه؟ هو هيتبلى عليك؟ هو انت نايمه في بيت تاني وانا ما يا عم اعرفش؟ انا في بيتي انام فيه يا عم. أنا انت بسألك- مالك؟ انا بسألك. عايز انام في الشارع. هو المحامي بسألك عرف انت. منين ان رقمك اخره 37 موبايل وان هو من الطلبيه. وانك من شمع ده الطلبيه اسمه محمد. وان اسمك محمد؟ اصل مش ممكن كل ده طلبيه ومحمد ورقمك اخره 37. ما ايه؟ خدش بالي منه. ما هو احنا ممكن وانتوا خلصتوا؟ بسهوله جدا مع امن المدينه قبل ما تطلع من الباب نسال اذا كان عليك حكم سنه ولا لا وهنعرف ساعتها اذا كان هو كذاب ولا صادق سبحان الله. على الكمبيوتر. اتفضلي اكشفي. فيعني شكلك هيبقى وحش قوي. عادي يا باشا لو انا بكذب. ما انتوا جايبين ضيوف سوابق. يعني الاعداد انت لازم عايزة ايه يتجازى. يعني؟ ما ينفعش. هو عارف انه عليه احكام ما يجيش مكان زي ده. احكام ايه يا استاذه؟ مش عليك حكم سنه. مش حكم سنة رقمك ايه؟ اخره 37. رقم ايه يا استاذه؟ رقم موبايلك اخره رقم امك 37. رقم 37. اهدي يا بت شويه. هتزيد؟ اهدي شويه. هتزيد؟ اهدي شويه. والله؟ انت مالك نار ليه كده؟ نعم. كلمي الاستاذ عشان ما ماشي يا يعيطش. استاذ احمد. ايه؟ قوم نروح. انا مش مروح. قوم نروح. انا مش هروح. قوم نروح. مش هروح. لا ما تهزرش. صدقني المحامي. انت نايمه في حضني. انام في حضن مين؟ لا في حضن زباله. صندوق زباله مرمي على السرير كده اهو. اهدي على نفسك طيب. لا تقلك عرق. اهدي. اهدي مالك يا بنبنايه. والله العظيم اطلع ميتين اهلك، والله العظيم اهلك دول مخليهم نافعين. والله. انتوا عيله اصلا، انت عيله بنت شبه عشان عيلتك. لو عيله نظيفه كانت جابت واحده نظيفه. واحده نظيفه؟ ما انا زباله عشان اتجوز واحد زباله زيك. ماشي. ازاي بتجوز الزباله اللي شبهه؟ ماشي سهل. مين بقى انت اتجوزتها دي؟ ايه؟ مين بقى انت اتجوزتها دي؟ وينفع ان انا اتجوز عليكي؟ اه عشان انت ينفع؟ انت راجل. ينفع ابص لحد غيرك؟ اه عشان انت برضه؟
ينفع نخلص بعد اذنك يعني؟ طب يا ريت بس جاوبوا يعني اجابات تنفع حتى على الاقل يعني للحلقه عشان نروح، عشان اتفضلي. نخلص، عشان هو واخد فلوس زي اتفضلي. ما قلت لك. واخد فلوس واخد السم الهاري ان شاء الله. تدفعيه ان شاء الله. طب ايه هتفضلوا تشتموا في بعض وما نصورش؟ لا طبعا اتفضلي عشان نروح بيتنا. يعني مم. يلا يا استاذ احمد خلينا نخلص بقى. يلا بينا يا ريت. اختمها اختم الاخر. 5 4 3 2 تفضل. ورجعنا لكم تاني من الفاصل الاخير من برنامج فري تايم على ذا كابل. محمد ومريم منورنا. نورك يا استاذ. شايفين مستقبلكم في الجواز بعد كام سنه ايه؟ شايفين نفسكم يعني زي السؤال اللطيف بتاع الاتش ار، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ ده لو بقينا سوا ان شاء الله تبقوا مع يا بنتي يا حبيبتي والله ما طب انتوا يعني جايين ليه طيب؟ معلش. ما لازم تجاوبي اجابات يعني تعالي على نفسك بقى، اعصري نفسك ليمونه 5 ثواني دول. لا ما فيش. عايزه انجز، عايزين نروح، فهم سؤالين وروحي. عصير اعملي في اللي انت عايزاه. اتفضلي. عصير الليمون. شايفين نفسكم فين بعد 5 سنين زي الاتش ار دايما لما بيقول؟ شايف نفسك فين بعد 5 سنين من الجواز يا محمد؟ شايف الحياه حلوه. شايفين نفسكم ايه؟ شايف انت ومريم بيتكم احنا شكل إيه؟ 100 100 واحسن ناس. ما ندمتيش ان انت سبتي شغل او ما بتشتغليش وقاعده في البيت كزوجه لجوزك وبتراعي بيتك، ولا حاسه ان محمد لا خلاكي مش حاسه بالندم ده؟ لا عايزه، انا عاوزت اشتغل ما ينفعش يا استاذه اللي عندنا، ما ينفعش الست تشتغل. ليه؟ لا انا اتجوزت تمام، انا مسؤول ان انا اصرف على بيتي اكفي بيتي. طب لو مريم قالت لك انا عايزه اشتغل؟ ما ينفعش تشتغل. ما ينفعش ليه؟ ما تشتغليش. ليه ان شاء الله؟ الكلام ده كان عند ابوك وامك. وما رايحه لهم تاني. لما تروحي لهم بقى بروح اشتغلي. تروح لهم زياره؟ هزورهم كل ان شاء الله أسبوع. هتروح مش هتيجي. طب انت مريم محمد عايزين تقولوا حاجه تاني؟ ميرسي. عايزين نقول احنا شرفنا بحضرتك. واحنا كمان اتشرفت بيكم. تمام، واحنا كمان اتشرفنا بمحمد ومريم جدا، نتمنى لهم حياه زوجيه سعيده، ونتمنى ان انتوا تصوتوا لهم وياخدوا اعلى اصوات ويكسبوا. شكرا. ينفع يلا؟ ثواني بس، انتوا دلوقتي هتتطلقوا ولا هتتصالحوا؟ عشان انت انا مالك؟ عشان لو في مصلحه انت اعملها. مالك يا عم؟ اللي دخلك عشان تاني اللي يا انت أستاذ. مالك؟ انا اولى بيها. انت اللي معلش. دخلك تاني أنا يا أولى استاذ. بالمصلحة انت دي. يا استاذ انا ما اعرفكش ليه دخلك اولى تاني. بيها ايه؟ يعني لو ما في هي مش مصلحه. هتوكلك اكيد انت وهي، وكلت لا لا مرات انت هتوكلني على الاقل تغطي ال 1000 جنيه اللي انا عايزها منه. 1000 جنيه برضه انت أيوة. باين عليك ما انت نصاب. لو كنت دفعت ال 1000 جنيه. هو نصاب. 1000 جنيه معاك ايه؟ صوره بطاقته يا استاذ؟ لا مش معايا. امال معاك ايه؟ طب ما يثبت ايه اللي يعني. يثبت يا باشا؟ معايا التوكيل. ايه اللي يثبت؟ توكيل القضايا؟ توكيل هات اثبات يا باشا. تمام. انا ما اعرفكش، بس انا اعرفك. بس انت وقعتني بيني وبين المدام على فكره. ما انا اعرفك وانا من ما نص اخدش ساعة. بالي منك. انا اعرفه من نص ساعه على فكره. واحنا كمان نعرفه من نص ساعه. يعني ايه؟ يعني عاملين فيك فيكم مقلب. دي حقيقه على فكره. اسلام مش محامي، اسلام ممثل معانا. واحنا كنا قاعدين بنتفرج عليكم وعاملين فيكم مقلب، وهو اللي عامل فيكي مقلب. على فكره هو متفق معانا. هو متفق معانا عليك. ده بيت ابوك ما بس يجيش هو كان تاني. قاصد هو جالي يهزر تاني يعني. فعلا. باي باي.